النهارده هاتكلم على كلمة سمعتها من بنت كده طالبة بتقولي هو الحب حرام أو الحب غلط. قلت لها الحب فطرة ربنا خلقنا بيها عشان احنا كده أمة محمد. كلها أمة بقلوب مش بعقل. احنا حبينا ربنا من غير ما نشوفه، من غير ما عقلنا ده يستوعب إن ربنا موجود. حد شاف ربنا؟ لأ. لكن احنا حبينا ربنا بقلبنا، يبقى الحب موجود في حياتنا، موجود في قلبنا وموجود عندنا وحاجة طبيعية مولودين بها. العلاقة ما بين الأم وابنها ده حب حقيقي؟ بسبب؟ لأ. الابن ممكن يكون مزهق أمه وبتضربه وترمي في حضنها، ده حب. لو سألت الأم انت بتحبي ابنك ليه؟ مش هتلاقي سبب، فمش هيكون عندها سبب تقول أنا بحبه، فالحب ملوش سبب. الحب لما يكون ليه سبب يبقى حب مصلحة مش فطرة. عشان كده الحب ككيان هو الحب موجود، بس الحب علاقة الأم بابنها، علاقتنا احنا بربنا ان احنا بنحبه بقلبنا، بوجودنا ان احنا أمة بقلوبها موجودة. فلما تيجي تفهمي بنتك وتقولي لها ان الحب حرام، انت اللي حرام عليكي. الحب مش حرام، هو موجود في حياتنا وفطرة لينا، بس فهميها ان انا هستخدم الحب ده في علاقة غلط او في علاقة محرمة او بطريقة هتديني وبطريقة هتعمل لي مشكلة في حياتي. فهموا ولادكم المعاني بالظبط وازاي نستخدم المعنى ده في المكان الصح. ما تقفلوش عليهم الكلام وتقولوا لهم وتنهروهم وهم اصلا ما فهموش لان انت مش فاهمه. كلمي بنتك وفهميها وقولي لها ان الحب ذات نفسه مش حرام، ان احنا اتولدنا امه بقلوب بنحب ربنا بقلبنا مش بعقلنا، احنا ما شفناهوش. عشان كده الحب دي فطره موجوده ما بين علاقه الام وابنها، الاب وابنه، مش علاقه مصلحه. فهميها ان احنا ما نستخدموش في حاجه حرام.